حالتي حكت لي قالت لي ان هي في كليه عمليه، وان هي ممكن تخلص يوم طويل في الكليه ولسه كمان تطلع على كورس، وان معظم اكلها من بره البيت، وكمان الخضار والفاكهه في اكلها قليل جدا، والميه كمان قليله قوي في يومها. حتى لو بتفتكرها بتحاول تشرب بره البيت كميات قليله عشان ما تضطرش تدخل تويلت، عشان ما بتحبش كده بره البيت. لحد ما فجاه جالها شرخ شرجي، وده جرح فتحه الشرج من جوه مؤلم جدا، وليه مراحل كتير لحد ما بيوصل ان هو ممكن يسبب نزيف. المهم راحت كشفت واتعالجت ومشت على الادويه مظبوط، وجات لي انصحها. قلت لها لازم فاكهه وخضار يوميا على كل الوجبات، وتشربي ميه كويس، على الاقل 2 لتر في اليوم، واللانش بوكس هو سلاحك. واحترمي جسمك، لما تحسي ان انت عايزه تدخلي التويليت لازم تديله حقه، واوعي تطنشي شعور التبرز، لان ده كفيل يخلي البراز ناشف جدا ومؤلم ويسبب جروح وهو بيخرج من الجسم. انشر المعلومه، ما توقفهاش عندك، واعرف ان عاداتك الغذائيه هي اللي بتشكل صحتك.